كتف غنم مشوي على أصوله، ينفع يتقدم برمضان وبعزومات العيد للأهل والأحباب. هذا هو كتف الغنم، ونقدر نستخدم الفخذ عادي. رشيت عليه ملح وفلفل أسود ومجموعة من البهارات الصحيحة ومجموعة من الخضار راح أذكرها أسفل الفيديو. رشة زيت زيتون، وراح نغلف الكتف بورق زبدة تغليف محكم، بعدها ورق السيليفون تغليف محكم تمام، وندخله الفرن حامي الرف الوسط حرارة 220 ياخذ 3 ساعات. للوصفة استخدمت تمن هدهد الطعم الحقيقي للرز البسمتي، أغسله ونقعه نصف ساعة. قليت المكسرات والزبيب وحمصت البازاليا والجزر، استخدمت مجمدة. للتمن ضفت ملعقة سمن وضفت التمن، مقدار المي والملح بس يغطيه لا تكثرون. راح نغطي عليه بعد ما ينشف، راح أهدي النار وتركه يتهدى. هذا هو الكتف، راح أخليه يتحمر. وهنا التمن راح نقلبه، شوفوا ما شاء الله شلون نثري. أقدمه وأقدم عليه البازاليا والجزر، وبعدها نضيف الكتف وتلويزة حلوة على الوجه، ونقدم بهالشكل هذا. ما أحكي لكم دايب والطعم خرافي، وبالف عافية.